أنا سارة عندي 25 سنة بشتغل ممرضة من أسرة متوسطة وعايشة مع أمي وأبويا في حي شعبي. كنت في الأول مستلمة شغلي الجديد في المستشفى وكنت مبسوطة قوي رغم إن المشوار كان بعيد. بس أنا بحب شغلي وكنت حاسة إني هبقى في مكان أحسن. لكن من أول يوم بدأت أحس بحاجة مش مريحة. كان في دكتور اسمه مراد عزيز نظراته ليا مش لطيفة، وبيحاول يتقرب لي بطرق كده غريبة، وأنا كنت دايما ببعد عنه ومش مدياله فرصة ولا حتى كلمة زيادة. لحد في يوم جه وقال لي إن المريض في الغرفة 65 محتاج يغير المحلول. دخلت الغرفة معاه لقيت شاب عامل حادثة وفي غيبوبة كاملة. هو كان واقف بيشوف النبض وأنا ببدل المحلول، وفجأة حسيت بإيده بتتلف على وسطي. اتخضيت ورجعت لورا لقيته واقف ورايا من غير ما أحس بيه. قلت له بحدة: أنت بتعمل إيه ده؟ فرد عليا بجملة مستفزة بيقول فيها بعمل إيه مالك، وكأنه مش واخد باله من اللي بيعمله. قلت له: لو سمحت يا دكتور ما يصحش كده. وحاولت أخرج من الأوضة لكنه وقف قدام الباب ومنعني وحاول يحضني. قمت زقته وصرخت. قام كتم نفسه عالية وقال: خلاص اهدي أنا آسف بس سيبيني وأنا أتصرف. وهو رافع إيديه كأنه جمهورية البراءة بصيت له باحتقار وخرجت ودموعي نازلة وقررت أحكي للحكيمة على اللي حصل. قالت لي: إيه دكتور مراد عمل كده؟ قلت لها: أيوة ده اللي حصل. ردت عليا وقالت: سيبي الموضوع ده وأنا هتصرف. وانتهى الحوار على كده. بعد يومين لقيت قرار نازل بنقلي المستشفى تانية من غير سبب واضح. اتجننت ودخلت للمدير أسأله. قال لي إن الدكتور مراد مقدم شكوى إني حاولت أقرب منه وتصرفاتي كانت غير لائقة ومش محترمة، وإن الحكيمة شهدت معاه كمان لإني كنت بزعق وأنا خارجه من أوضته وإنه كان بينبهني أحترم الشغل والمكان. أنا كنت مصدومة إزاي اللي اعتدى عليا يبقى هو اللي مظلوم وأنا اللي متهمة والناس مصدقاه، وأنا منعا للشوشرة. اتنقلت بالعافية. خرجت منهارة وحاسه بالقهر والكسر، وصاحبتي قالت لي إني غلطانة إني ما روحتش للمدير من الأول، وقالت لي إن مراد والحكيمة بينهم مصالح وهم ستر وغطى على بعض وهو بيفوت لها تهريب أدوية، وفي المقابل تسكته وتسيبه يغازل الممرضات. رجعت البيت وأنا مخنوقة وأحاول أخبي اللي حصل، بس أمي حست بيا ونمت في حضنها وقالت لي: المهم إنك حافظتي على نفسك وأنا فخورة بيكي. بعد يومين رحت المستشفى الجديدة استلم شغلي، بس لقيت معاملة صعبة. الكل شايفني بسمعة وحشة ومحدش بيقرب مني ولا بيكلمني غير في الشغل. بس حتى وقت الراحة كنت قاعدة لوحدي ومحدش جنبي، وكنت مخنوقة قوي بس أقول لنفسي: معلش بكرة يعرفوا حقيقتي. بعد أسبوعين دخلت مستشفى ست في منتصف العمر عندها تسمم وعملت لها غسيل معدة، واتحجزت كام يوم، وكنت أنا وممرضة تانية بنتناوب عليها. وبعد فترة اكتشفت إن الست دي هي مرات الدكتور مراد اللي كان سبب في نقلتي وتشويه سمعتي. ولما شفته عندها وشكرني على اهتمامي حسيت بغصة، بس قلت له ده شغلي، وكان بيضحك ويقول لمراتي إنه يعرفني ويقول إنها كانت شغالة معانا في المستشفى الأولى. تاني يوم جت وردية الليل من 10 الصبح لتاني يوم بالليل، وكل شوية أمر على الحالات، وبعد نص الليل الدنيا هدوء وأنا قاعدة في الأوضة سمعت صوت خطوات بره. خرجت بسرعة لقيت حد لابس قناع وداخل أوضة مرات مراد. قفلت الباب وراها بسرعة. قلبي وقع، جريت ورحت عند الشباك واتصدمت لما لقيته بيقرب منها وبيمد إيده ناحية جهاز المحلول وطلع سرنجة من جيبه. جريت وفتحت الباب ودخلت لقيته اتلبش وواقف مصدوم. قلت له بصوت عالي: انت بتعمل ايه هنا في الوقت ده؟ ومحاولش حتى يهرب. قال: اخرجي مالكيش دعوة. بس انا شديت نفسي وقلت له مش هخرج غير لما اعرف انت مين وازاي. دخلت هنا الست بدأت تفتح عينها بصعوبة وبتقول: في ايه يا ياسمين؟ وهو بيقولها: نامي ومش مهم تعرفي دلوقتي. فجأة الراجل رفع القناع وطالع هو الدكتور مراد نفسه، ووشه كله سواد، وبيقول لي: انتي سبب المشاكل في حياتي وانك مش هتخربي شغلي، وان مراتي لازم تمشي من حياتي، وانه سايبها تقع واحدة بواحدة من زمان وهي مش واخدة بالها. الست حاولت تقوم وقالت له: انت مجنون يا مراد، انا مراتك، انت بتقول ايه؟ قام اتعصب ورمى السرنجة على الارض وبيقول: احسن انتي وهي اكيد متفقين عليا. صرخت بأعلى صوت وجريت علينا ممرضة تانية وشافت اللي حصل واندهت. الأمن جه بسرعة ومسكوه بالعافية، ومراته قعدت تعيط وتقول: مش مصدقة، ده جوزي اللي كنت واثقة فيه أخدوه على مكتب المدير وأنا واقفة مرعوبة بره. بعد وقت خرج المدير وقال إن الأمن شاف كل حاجة، وإن مراته اعترفت إن التسمم من حاجة اتحطت في أكلها في البيت مش من بره،
وإن اللي حصل معايا في المستشفى الأولى كان جزء من خططه عشان يبعد الشبهات عنه، وإن نقلي كان ظلم كبير، وإن التحقيقات هتتفتح وكل الحقايق هتتعدل. خرجت من المستشفى وأنا تايهة بس قلبي ثابت، وحاسه إن ربنا رجع حقي في اللحظة اللي هو شايفها مناسبة. وحكيت لأمي وحضنتني وقالت الحمد لله إن الحق ظهر تاني. يوم جالي اتصال إني أقدر أرجع شغلي القديم، وسمعتي اتصلحت وكل حاجة اتعدلت، ونزلت الشارع وحسيت بنور مختلف، كأن الدنيا بتطبطب عليا. وفهمت إن ربنا نجاني، لأن قلبي اختار الرحمة لما قلت حرام انتقم من مراته، وربنا رجع لي حقي كله.